ليلة حسم الدوري، ليلة حسم كل شيء، ليلة أكون أو لا أكون، ليلة من يكون بطل الدوري المصري 2025-2026. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من فيلم قص، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن ليلة من يكون بطل الدوري هيكون لمين. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد أول بأول إن شاء الله. خلاص، بنلم الأوراق وبنبتدي نتكلم عن مباراة أو 3 مباريات من العيار الثقيل. اتكتب علينا ان احنا نشوف 3 مباريات هي المحددة والفاصلة في مسار بطل الدوري للموسم الحالي 2025-2026. البطل فيها هيكون هو اللي بيحصد ثمار ما أنفقه أو تعب عليه طول البطولة اللي فاتت أو طول الموسم، لا بقى بالقوة ولا بالاجتهاد ولا بالتاكتكس ولا 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 ولا. أول حاجة وقبل أي شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، واللي مكتوب له يكون بطل المسابقة دي هو اللي هيكون بطلها قولا واحدا، يعني عشان نكون متفقين. الزمالك خارج من معركة كبيرة جدا، يعني عارف انت اللي هو بالبلدي كده كل حتة في وشه ما فيهاش حتة سليمة، يعني مفيش مكان في وشه سليم، يعني مفيش مكان في وشك اضربك. خارج من معترك كبير، خسارة مريرة وخسارة صعبة، مش عايز اخوض فيها كتير ولا عايز اتكلم فيها كتير، لكن كل الناس بلا استثناء عندها خيبة امل وحالة كده من الاحباط نتيجة خسارة مباراة انت كنت تقدر تكسب فيها، لكن قدر الله ما شاء فعل مش هينفع خلاص تبكي فيها على اللي فات ولا تتكلم فيها عن المألوف. خلاص اللي حصل حصل، وده الطبيعي في الكورة ان يوم ليك ويوم عليك، لكن انت لازم يكون عندك دروس مستفادة. انت خرجت من البطولة دي عندك درس مستفاد انك لسه حي وعندك بطولة تانية، انت لسه ما متش، انت لسه عندك بطولة اسمها بطولة الدوري. البطولة دي هتأهلك ان انت الموسم الجاي هتعود لدوري ابطال افريقيا تاني ان شاء الله، اللي بقالك 3 سنين غايب عنه، ده رقم كبير جدا بالنسبة لفريق في حجم الزمالك. الزمالك عنده قوة اعتقاد انه لازم، او جمهور الزمالك يعني، ان مفيش بديل الا الفوز على البطولة دي، لان انت في لحظة كنت فيها قادر تحصد ثنائيه، وقعت منك بطوله اللي هي الكونفدراليه، وفي لحظه واحده ممكن بعد ما كان في ايدك كل حاجه تخسر كل حاجه، ويبقى انت كده عملت الولا حاجه زي ما بيقولوا، من كل حاجه لولا حاجه. هي شعره صغيره جدا، شعره معاويه قدامك ان انت تشوفها، يا تبقى فيها كل شيء يا تبقى فيها ولا شيء. ده بالبلدي كده عشان نبقى متفقين. الموضوع له فنيات وله تاكتكس، عشان كده انا مش جاي اكلمك في فنيات كتير النهارده. هي حلقه بعنوان الحماس، الروح، القتال يقودك لبطوله الدوري. معتمد جمال عنده دور مهم، خلاص انتقدناه، اللي حصل حصل، اللي فات فات. انا محضر كتير جدا في كلام في الجزئيه دي عشان اتكلم فيها، انك انت يعني عايز اقول لك الموضوع رتم عالي وضغط ونفسي رهيب وقصص كتيره هتتقال وسيراميكا كليوباترا الرئيس بتاعها محمد ابو العين بيجتمع باللعيبه، وتصريحات من هنا وتصريحات من هنا. فانت اللي عملت كده في نفسك يا معلم، وانت اللي بايدك اللي اخترت الطريق الصعب، وانت اللي بايدك تكمله، انت اللي بايدك تصالح جمهورك. وانت عندك ميزه ان المباراه دي هي في ايدك، بالبلدي كده مصيرك في رجلك مش في اقدام الاخرين، مصيرك في اقدامك. تتعادل تفوز تبقى بطل الدوري، كل سنه وانت طيب ولمينا الكراسي ويلا نشوفكم الموسم الجاي ان شاء الله على خير. اي نتيجه غير كده لا تلومن الا نفسك، انت اللي هتبقى مسؤول قدامنا كلنا. عشان كده بنقول ان دي من المباريات المهمه جدا، وخلينا احذرك من حاجه يعني قويه ليك انت كلاعب وليك انت يا معتمد يا جمال. قبل اي حاجه، لقطة التذاكر أو التنازل عن التذاكر ال 14 أو 15 ألف تذكرة، البعض من الناس شافها إنها لقطة جميلة وروح رياضية من إدارة سيراميكا كليوباترا وإلى آخره، وده بيعكس أواصر المحبة والعلاقات ما بين الناديين والكلام اللي أنتوا عارفينه، الكلام المرسل ده، تمام؟ بس أنا عايز ألفت نظر سيادتك لحاجة، كل ده على عيني وعلى راسي، بس ده ما ياكلش عيش في الكورة.
الكلام ده ليه معنيين، معنى الظاهر اللي قدام حضراتكم اللي البعض بينخدع بيه، والمعنى الباطن اللي انا جاي اقوله لك واللي مش هتلاقيه في اي حته تانية، لان احنا بفضل الله تعالى هنا جامدين وبنقول حاجات صعب تلاقيها في اي مكان تاني. مش بنشكر في نفسنا، لكن احنا بنقول ما وراء كمان الحقيقه، يعني الكلام اللي ما بين السطور بنقراه وبنمنشنه لك كده عشان خاطر ايه تبقى باصص معانا ومركز قوي، مركز قوي قوي. عشان كده بقول لك اخبطنا اللايك والشير والسبسكرايب الجميل، الاشتراك القوي بتاعك عشان تتابع الكلام المهم ده، لان كلام والله ما هتلاقيه في اي حته. لقطه التذاكر دي انت تشوفها من بره انها لقطه جميله ولقطه كلها ود وحب واحترام، على عيني وعلى راسي، احترمك جدا وحبيبي. بس انا عارف والله اعلم بالنوايا، لان ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع على النوايا، ان دي مدرسه ايمن الشريعي، يعني او ايمن الشريعي ستايل، نفس اللي بيعمله سيراميكا مع الزمالك دلوقتي. التخدير الايه الذاتي كده، او التخدير المحفز يعني، او سموه زي ما تسموه. انت بتخدرني بالطريقه، لان ده انت بتعمل معايا كده اللي هو انت بتصدر لي اجواء ان دي مباراه احتفاليه، ويلا ده دخل بقى جمهورك عشان تحتفل، ويلا ودي مباراه انت المكسب فيها مضمون و الى اخره. اوعوا يا لعيبه الزمالك تتجروا ورا الكلام ده، اوعى يا معتمد يا جمال تتجروا ورا الكلام ده. الكلام ده فخ، وفخ كبير قوي. بتحاول اداره سيراميكا انها تصدره لك، واديني بحذرك اهو من دلوقتي ليله المباراه، ما يتصدرلكش الفخ الكبير بتاع التنازل عن حصه تذاكر سيراميكا كليوباترا. ده فخ كبير، اوعى تقع فيه، لان ده ايمن الشريعي ستايل. هو بيتعامل بنفس الطريقه، بيقول لك ايه المباراه وتفضل التذاكر وبتاع. حبيبي على عيني وعلى راسي، بس انت بتحاول تنيمني في العسل يا معلم. انت بتحاول ايه يعني تصدر لي اجواء احتفاليه وبتاع والكلام ده عشان انزل قدامك مريح، وانزل قدامك مفخد بالبلدي كده، انا يعني بتكلم معاكم عادي تمام، وتنزل تاخد في وشك على طول. تمام، الا قد بلغت اللهم فاشهد. دي نقطه حبيت ان انا اسيرها لكم يعني. تمام، فماتش بكره من الماتشات اللي ما يهمنيش مين فيها الحكم، ما يهمنيش فيها مين المنافس مع احترامي ليه. يهمني او اللي انا اعرفه كويس ان انا عايز اكسب المباراه دي. لا يهمني بقى مين حكم، ولا يهمني مين منافس، ولا يهمني سين صاد عين. سيراميكا مش مانشستر سيتي، ولا هي ريال مدريد. تمام، مع احترامي طبعا ليهم، لكن انا اللي يهمني ان انا انزل اكسب بقى باداء كويس، اكسب باداء زي الزفت. المهم ان انا اكسب، ان انا اخد ال3 نقط، او اخد النقطه اللي توصلني والعب على المكسب، ما العبش على التعادل، عشان برضو الناس ما تقولش انت بتلعب على التعادل. تمام، لان اللي بيلعب على التعادل بيخسر. تقول لي بقى اصل عماد النحاس مفوت، اصل عماد النحاس هينزل فاتح الملعب، اصل عماد النحاس مش عارف ايه، اصل علي ماهر هينزل يغل قدام الزمالك عشان يكسب. حق مشروع لكل مدرب يعمل اللي هو عايزه، وانا ما اطلعتش على النوايا. وانا بقول لك انا في اعتقادي متوقع ان عماد النحاس هيعمل مباراه عمره بكره عشان يرد على كل الانتقادات والكلام اللي بيتقال، شغل السوشيال ميديا اللي بيتعمل، والضغط من الجمهورين، المعسكر الابيض والمعسكر الاحمر، كل ده معمول حسابه يعني، ما تقلقش. عماد النحاس انا بقول لك هيرد على كل الكلام ده، وهيرد على المشككين، وهيرد كمان على اداره الاهلي اللي هي بتشكك فيه هو شخصيا ان هو مش احق باداره النادي، وان هو مدرب طوارئ. امشي تعالى امشي تعالى، فالراجل بكره ينزل يموت نفسه عشان اقول لك، انا بقول لك من دلوقتي. تمام، فانزل انسى ان هو ينزل يخسر 2-3 دي يعني. تمام، ففكره ان هو ينزل بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. المهم انت عايز ايه يا معلم؟ انا قلت لك المصير في ايدك، انت تنزل تكسب بكره، ما تحطش بقى حاجه تانية في اعتباراتك. ما تكلمنيش اصل مهم انا مش عارف ايه. انت تنزل تدوس على الفريق اللي قدامك بلغه الكوره يعني من اول الماتش، ما تريحش. ماتش بكره ده ماتش حياه او موت. مفيش بقى حته ان انا ايه هنزل ما عنديش بديل غير المكسب، لا ده انا لازم اكسب ان شاء الله يعني. تمام، يا دوري يا دوري، مفيش حل تاني. انا بقول لك اهو، يا دوري يا دوري، ما عندكش حل تاني. كونفدراليه وخسرت، دعم وبتاخد جمهور، مفيش جمهور في العالم كده بيعمل معاك. جمهور بيدفع من قوت يومه وبيعمل المستحيل عشان خاطر يحضر وراك، وبيسافر بالمحافظات والبلاد. ما عندكش حل تاني، دوري يا دوري، مفيش كلام تاني. يا دوري يا دوري، ملهاش تالت والله يا زمالك، ملهاش تالت والله يا زمالك. دي اقل حاجه تقدمها لجمهورك الموسم ده، جمهورك اللي طفح وراك الكيل في كل ملعب وفي كل استاد وفي كل بلد، بيلف وراك بلاد، مش مستني منك حاجه،
مش مستني منك مليم، مش مستني منك حته من التورته، ده عايزك يشوفك دايما كويس وكسبان وعلمك في السماء. جمهور انا ما شفتش في الدنيا كده زيه الصراحه، والله العظيم اوفى جمهور انا شفته في الكون. فمباراه بكره دي مش مباراه فنيات ولا تاكتكس، مع احترامي انا مش طالع اتكلم معاك، انا راجل محلل اهو، بس مش طالع اتكلم معاك في فنيات. مباراه بكره دي مباراه للتاريخ، للشرف. يا اللعيبه تقول انا لاعب كوره واستحق ان انا اكمل في وظيفه لاعب الكوره، يقعد في بيتنا بقى اقشر بطاطس جنب امي ومراتي، لا ماليش في الكوره، تمام؟ الشغلانه دي مش شغلانتي. دي مباراه مش هقول لك بقى فنيات وبتاع والكلام ده، تنزل تلعب صح، ضغط من البدايه، تنزل تدوس على الفريق اللي قدامك كرويا، تبدا بخطه صح، هتاخد اللي انت عايزه من المباراه. تسجل هدف، ترجع تدافع، تركن الاتوبيس، هتاخد في وشك قولا واحدا. مفيش داعي ان انت تتراجع، جبت هدف تغطيه بالتاني على طول ان شاء الله. لازم يبقى عندك حميه وحماس، لازم يبقى عندك مراعاه للجمهور اللي واقف في ظهرك وبيساندك ومش مستني منك اي حاجه. فهي مجرد مباراه ب 90 دقيقه زي ما قلت لك. انا لو بدات فيها بضغط نموذجي في اول 10 دقائق بقى، لو هنتكلم فني شويه، ضغط نموذجي، مش عايزك اكتر من كده، ابدا بضغط نموذجي زي ما عملت في اتحاد العاصمه. بدات بضغط نموذجي في اول 5 دقائق، سجلت في اول 10 دقائق هدفين، اتلغى منهم هدف للتسلل. بعد كده ما اعرفش رجعت ليه 80 دقيقه بتلعب تحت الكوره، وحصل اللي حصل، قدر الله ما شاء فعل. بس ده درس ليك، خسرك بطوله، لازم يبقى درس ليك. مجرد مباراه 90 دقيقه تلعب فيها وتقدم الشكل المطلوب منك، سواء بقى تلعب بيها فنيات، تلعب بشكل كويس باداء مش كويس، المهم ان انت تلعب وتضغط وتنزل من الاول، تبين ان انا نازل اكسب المباراه دي ان شاء الله، مش نازل العب على التعادل. لانك انت اللي حطيت نفسك في الظروف دي، وانت اللي بايدك تخرج نفسك. لو انت شايف نفسك مش قد المكانه دي، او ان انت لحد دلوقتي متصدر الدوري وعلى بعد خطوه من تحقيق اللقب، يبقى اقعد في بيتكم احسن وما تلعبش كوره تاني زي ما قلت لك. ماتش ورا التاني، الظروف هي اللي بتصعب الدنيا. خساره بطوله بتصعب عليك او بتخليك تخش في مود صعب. اللي حصل حصل وخلاص، البطوله الكونفدراليه خسرتها، والدوري خلاص لحظه خطوه وتحسمه، مفيش قدامك غير ده، هو ده اللي قدامك. وانت ما قدامكش كجمهور غير الدعم، وانت ما قدامكش غير كلاعب غير ان انت تموت نفسك في الملعب. ده اللي قدامك تعمله، لان زي ما قلت لك لما يكون مصيرك في ايديك هو ده افضل مما يكون في اقدام الاخرين. وده موقف الاهلي بالمناسبه دلوقتي يعني. عشان كده احنا حاطين شويه حاجات فنيه كده كتشكيل او كده هنقولها مع بعض يعني، تمام؟ رقم واحد، قبل ما اقول لك التشكيل، رسالتي لمعتمد جمال، ابوس ايدك، اللي فات فات خلاص وانتهى وادفن عليه. اللي جاي هو الاكثر اهميه، بل هو المهم، لانه مفيش حاجه تانية. دي اهم مباراه في تاريخك التدريبي كله، بل اهم مباراه في تاريخ الزمالك خلال 10 سنين الاخيره. راجع غلطاتك وصححها، اعرف انت غلطت في ايه في مباراه اتحاد العاصمه وصححها. لان المباراه دي انا بعتبرها كده من المباريات اللي هتنتهي باقل غلطه وتخلص بفرصه. المباراه دي مباراه الزمالك وسيراميكا هتنتهي بفرصه، هتخلص بفرصه وتنتهي باقل غلطه. يعني لو جات لك فرصه قدام الجون سجل، ما تضيعش، ما تتهاونش، مفيش بقى مجال للرعونه والاستهتار والتراخي وان سيف الجزيري يلعب لي بالكعب والكلام ده. لان التقصير او الخطا مش مقبول ومش هينفعك في المباراه دي يا معلم. خلاص كله يعني مفيش مجال للتعويض، دي اخر مباراه في الموسم يعني. الكونفدراليه حظك ان بعدها بطوله، مباراه ببطوله اللي هي مباراه سيراميكا تقدر تعوض، لكن خلاص بعد سيراميكا في ايه؟ تقعد في بيتكم بقى بعد كده. هتعوض لي ايه تاني؟ هتعوض فيا انا؟ هتعوض لي ايه؟ العب على الفوز، على الفوز. حتى لو ما سجلتش ما تستعجلش، المهم انك ما ترجعش، ولو سجلت برضو ما ترجعش وتفضل تدافع لي تحت الكرة 80 دقيقة ولا 70 دقيقة. سيراميكا فرقة كبيرة، عندها لعيبة كبيرة وعندها سكواد قوي وعندها لعيبة صراع، واديني بحذر اهو من دلوقتي. عندها سكواد سريع جدا كمان ولاعيبة صراع جدا.
وهيزعلوك ويأذوك في المباراه دي لو سبت لهم مساحات. انا مؤمن جدا ان الزمالك الموسم ده سكواده مش هقول اللي هو من اقل السكوادات في الدوري، لكن سكواد الزمالك ما يمنحوش ان هو يمسك افضليه ويمسك كوره ويبدا هجمه ويلعب على الاستحواذ. انسى ان ده يحصل في الزمالك. الزمالك هو اقل سكواد في الفرق اللي موجوده في الدوري من حيث الاستحواذ. يا راجل يا مؤمن، ده البنك الاهلي بيعمل استحواذ اكتر من الزمالك. ده انا هاخدك بقى لحاجه اعجب وبالارقام، على فكره انا ما بدبش كلام. البنك الاهلي بيعمل استحواذ اكتر من الزمالك في المباريات. اقول لك حاجه اعجب، وادي دجله بيعمل استحواذ اكبر من الزمالك في بعض المباريات. تخيل بقى معايا اللي هم في مجموعه الهبوط. فالزمالك مش فرقه مؤهله اصلا انها تلعب على استحواذ، ما عندوش العمق السكواد اللي يخليه يعمل ده. فالعب على الواقعيه السحريه والصبر التكتيكي. الخطه بتاعت بيراميدز العب عليها، سيب له الكوره والعب دايما على غلطاته، لانه رغم قوه فريق بيراميدز الا ان عنده عيب قاتل، وده اللي انا جايبه لك يا حبيب اخوك النهارده. بيراميدز عايز تضربه نص ملعبه هو فضيحته، بالبلدي كده. نص ملعبه هو مشكلته. بيراميدز نص او سيراميكا اسف، نص ملعبه هو مشكلته. سيراميكا نص ملعبه عنده مشكله كبيره وثغره كبيره في نص ملعبه. هتقول لي في السوليه، هتقول لي في بالحاجه، والله العظيم كلها لعيبه هجوميه وبتطير لقدام وبيسيبوا 6 بس في النص. يعني بص، يعني مفيش احسن من كده. لاعب 6 بس ارتكاز، بيتلعب من ورا ظهره كتير جدا وبيسيب وراه مساحات في الهجمات المرتده تزعله قوي قوي قوي. اتمنى معتمد جمال يكون خد باله من الحته دي. فالزمالك يعني بسكواد قليل يمكن اقل من سيراميكا، بس هو مش مضطر يلعب على الاستحواذ لانه اقل من ان هو السكواد بتاعه ما يقدرش يلعب على الاستحواذ، بس يقدر يأذي سيراميكا زي ما عمل في مباراه بيراميدز. فانت انسب تشكيل مباراه بكره: عواد حراسه المرمى مجبر عليه، اخاك لا بطل، مجبر اخاك لا بطل ليه، خلاص هو عواد حراسه المرمى. بنتايج شمال، الونش وعبد المجيد قلبين دفاع، محمد ابراهيم باك يمين. كل دي ملهاش بدايل، يعني انت بتتكلم في لعيبه انت مجبر عليها. عبد الله وشحاته في النص، قدامهم انا عارف انه هيلاعب ادم كايد، بس انا اتمنى اشوف محمد السيد او احمد ربيع، ويا ريت اشوف احمد ربيع. يا كابتن معتمد ابوس ايدك، ابدا باحمد ربيع وحرر قدامه شحاته وعبد الله السعيد تمنيتين. قسما بالله الزمالك هيلقن سيراميكا مباراه ودرس للتاريخ لو لعب بالتشكيل ده في نص الملعب. قدامهم على الشمال شيكوبانزا، وعلى اليمين بيتزيرا، وقدامهم مهاجم عدي الدباغ او ناصر منسي، بس انا في توقعي ان هو هيبدا بعدي الدباغ. ده تشكيل الزمالك المتوقع. ما فاضلش غير ان انا اقول لك في الاخر: العب يا زمالك من غير خوف، العب يا معتمد من غير خوف، ارجوك بلاش تخاف، ارجوك بلاش تركن الاتوبيس، دافع عن تاريخك، دافع عن شرفك كلاعب، اعمل اللي عليك، والتوفيق في الاخر بتاع ربنا. اللي ربنا كاتبه هتشوفه، بس ابقى عملت اللي عليك والكل هيخرج مسقف لك والله. وفي الاخر لا يسعني اللي انا اقول لك: خليك دايما على تواصل معانا في الصفحه، وخليك دايما في المقص.